اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في يوم أمس الرواية التي قالها الإمام الباقر عليه السلام حينما قال: وكفى بالسفيان نقمة لكم من عدوكم. وأثبتنا أن الإمام أعطى النصائح الكثيرة لقواعد الإمام الشعبية، أي أن الإمام المهدي له قواعد شنو؟ شعبية يتصدى لها الإمام المهدي، تكون قواعد خاصة تابعة له، يعني القواعد الخاصة التابعة له يعني خاصة من دون الشيعة، مو خاصة عصائب وغيرها واي، لا، إنما العصائب تأتي من الكوفة لا تأتي من إيران كما يتصورون. عصائب أهل العراق عبالهم ينصرون المهدي هم، لا، قبعهم الله جميعا على كل من يقف بوجه حجة الله المهدي. وهو من العلامات وبيناها على أن الإمام المهدي أراد من القواعد الشعبية التي تنتظر الإمام المهدي عليها أن تصوم. وقلنا إن الصوم بعدما ناقشناه على أن الإمام قال: إن أقبل عليكم شهر رجب فاقبلوا على اسم الله، وإذا جاء شعبان فصوموا. والإمام يقول: فلعله يكون أقوى لكم صيامكم وين؟ في بيوتكم. لماذا ذكر الإمام الصيام في البيوت أفضل من الصيام في الكوفة؟ وبالحقيقة الكوفة لا توجد فيها أفضلية أرض على الإطلاق، وإنما الكوفة هي أعلى أرض وأقدس أرض، لأنها الأرض التي حكم فيها أمير المؤمنين عليه السلام بين الحق والباطل، وخطب بها أمير المؤمنين، وخطبت بها النفس الزكية، خطب بها اليماني النفس الزكية. وفي المستقبل الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. هي أرض عظيمة أيضا لا توصف في قدسيتها وفي مكانتها وفي علوها إلا الله عز وجل. لكن هنا الإمام الباقر عليه السلام أضاف قيدا عند الانعزال. سفيان حينما يحارب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف قال: إذا كان رجب، شوف، فاقبلوا على اسم الله، وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير، ماكو مضرة، وإن أحببت أن تصوموا في أهاليكم فلعله ذلك يكون أقوى لكم وكفاكم بالسفيان علامة. هذه الرواية في بحار الأنوار صفحة 303. هنا يؤكد الإمام الباقر عليه السلام بنصيحته إلى قواعد الإمام المهدي، يعني جيش الإمام المهدي. اسمع: بالشهر أو الشهرين بعد انسحاب السفياني من المدينة، يؤكد بالابتعاد في هذه الفترة الحرجة، لأن بقايا وعملاء الجيش السفياني تراقبهم، أي تراقب الجيوش المهدوية العلاسة. مو السفياني يستقبل الجزية تطير أشوال وشلون وطلع هذا فلان المعتقل، أو يعلس كم واحد تابع له، شوف شلون يعلس ابن الخايبة. على كل حال، وعملاء جيش السفياني تراقبهم وتتابع أماكنهم التي يلجأ إليها. يتربصوا لكم واحد وين ما تقعد يقولون هذا من أتباع المهدي بن الحسن، اعتقلوه كضوه، لأن الحرب مش مستهدفة كل من ينصر الإمام المهدي، وكل من يطالب باسم الإمام المهدي، وكل من يمهد لاسم الإمام المهدي، وكل من يقاتل الفسق الفجر. تقيس الآن كل من ينزعج من جيش الإمام المهدي ويكره الإمام المهدي عبد الله فرج، نفس السيد القائد الممهد لثورة الإمام المهدي، الرائد المؤسس لثورته،
يقول ماذا؟ يقول إنكم إن جيش المهدي نفس إمامه منصور بالرعب، فكل من يخاف منه فهو شنو؟ عدو لله ورسوله. هذا فخر لكم. كل من يقف بوجهكم فهو عدو لله ولرسوله. إذا القضية ايش مستهدفة؟ مستهدف الله ورسوله هو الحجة بن الحسن. فإنه ما دام السفياني يراقبكم والأمر موكول إلينا، الإمام الصادق يقول يعني لحجتنا الإمام المهدي لأنه من الحجج، فإلينا يخاطب شنو؟ خطاب المعصوم يقولها ثلاثة، إلينا إلينا إلينا. بعد شو ضيم الإمام بدأ عبد الله. شوف الإمام بعد يوقف قواعده بعدم حمل السلاح ويأمرهم بالثقافة والعقائد، هو الانعزال والصوم وعدم ظهور قول الموافقة ولا المخالفة. كما قلت لكم أن الإمام يقول اتخذوا أحلاس بيوتكم ولا تظهروا قول الموافقة ولا المخالفة وسبحوا تسبيح الديك يا قدوس يا صاحب الله. اقعد ببيتك واقرأ القرآن واتقي الله وتقرب إلى الله بسلوك حسن، واجعل الله سبحانه وتعالى عليك قريب، حتى يعبرون العرفانيون يقولون اجعل ربك أو اجعل نفسك تندك في ذات الإله، حبيب يسأل عن حبيبه. هكذا جيوش الإمام مهدي عبد الله فرج الشيء. وتتابع أماكنهم التي يلجأوا إليها من جيوش الإمام رضوان الله عليهم، الأماكن التي يلجأوا إليها تراقبهم عملاء السفياني في هذا الظرف الحرج، هذا الظرف الحرج. فيطلب الإمام الباقر من أنصار الإمام أن يغيبوا وجوههم ويستتروا في أماكنهم، في أماكن خالية من وجود عملاء السفياني، قلنا العلاسة. ومن ثم يقول الإمام الباقر، شوف يستدرك إنه شو يقول، أقبلوا في شهر رجب وعودوا ولكن بحذر وترقب. عودوا ما له دخل بالصيام، الصيام الشرعي أو فرع من فروع الدين. شنو عودوا شنو أقبلوا؟ شوف شلون يضيف الإمام بقيد قد خفي عن البعض. الإمام لم يرد هنا الصوم. ليش؟ لأن هنا يقول عودوا ولكن بحذر وترقب. وين جاي يحكي بالصوم. عودوا يعني شنو؟ يعني صوموا واسكتوا، سكوت وهدوء. الأمر من كل الإمام المهدي عجل الله فرجه. ومن ثم أخروا عودتكم إلى شعبان. لماذا؟ فإن احتمال أن يكون السفياني قد انشغل في هذه الفترة بقتال غيركم. قاتل جيوش الإمام 6 أشهر تشريدا واعتقالا وحبسا، تبقى قد الحكومته، هو لأن حاكم سياسي يملك 9 أشهر، فهذا الشهر والشهرين اللي يبقوا الثلاثة الإمام يطلب منا الانعزال. لماذا؟ قال لعله يقاتل غيركم، وفعلا يقاتل غيركم. تقود أمريكا وبطانته الذين عبر عنهم المولى أنهم كلاب كلاب كلاب، تقوده لا يذهب إلى فئة أخرى غير جيوش الإمام مهدي، يروح للموصل، يشوف المناطق الغربية. فإن احتمالا يكون السفياني قد انشغل في هذه الفترة بقتال غيركم، لأن الله يدافع عن الذين آمنوا وهم جيوش الإمام المهدي، فيشغل الظالم بالظالم وأعطيك بالثاني على السياسة وعلى الكراسي. ولكن الإمام الصادق عليه السلام يضيف ما قاله الإمام الباقر صلى الله عليه وسلم: كلهم هدف واحد، كلهم غايتهم واحد، كلهم أصحاب قضية. سبحان الله، قضيتهم واحد. أي أحد يوكل أمر فيأتي إلى هدف يقال عنه شنو؟ أتى بقضية. رسول الله كان صاحب قضية. قال الإمام الصادق عليه السلام، ذكر إن للسفياني عودة. عجيب كذاك منتهى 9 أشهر، يعني شي يجي وراه سفياني أيضا، يجي وراه سفياني متصلب ومتشدد على جيوش الإمام المهدي، أيضا يزيد بالطين بلة، نفس الاستراتيجية، لعله أقبح من يأتي.
ما دامت أمريكا موجودة في العراق، أي حكومة وأي انتخاب وأي تصدي سياسي غصبا عليك تصير ضد المهدي، غصبا عليك، لأن أمريكا ما جاءت وعبرت القارات إلا لهدف ولغاية، إلا لهدف ولغاية، وهو قتل الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. مو نايم رشك بالشمس حبيبي، لا، جاءوا لقتل الإمام المهدي. صدق المولى لا. متى أنتم غفلة؟ إلى متى هذا النوم؟ هدف يقتلون الإمام وحجة الله على أرضه، ولذلك استغلها سماحة السيد الممهد لثورة الإمام المهدي السيد مقتدى الصدر، يقول انتخابات بوجود احتلال ناقصة شرعيا. يعني اللي ينتخب شنو؟ ناقص، يجلدوا، هو ناقص اللي ينتخب، ناقص بالناقص. إن للسفياني عودة على أهل الحق لاستئصال ما بقي منهم. شو نسوي؟ شوف الإمام يقول أصحاب الحق لاستئصال بقي منهم. يقول الإمام الصادق عليه السلام في كتاب الغيبة صفحة 303، يقول السفياني لا بد منه ولا يخرج إلا في رجب. منو ذاك يخرج في رجب؟ السفيان السياسي. فقال له رجل يا أبا عبد الله، اسمع هذا الخطاب لكم، إذا خرج فما حالنا، شو نسوي؟ فقال إذا كان ذلك فإلينا. يقول النعماني أي اذهبوا إلى بلد ينطلق منه الإمام المهدي، فإلينا يتبعوا الإمام وأخبار الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. شوف احنا شيخ إذا أريد أوصلكم إلى نتيجة، بس أريد ارتكاز. ليش الإمام يقول إلينا؟ لعله سيحدث أمر مهم جدا من الإمام المهدي نفسه سنصل إليه. أي اذهبوا إلى بلد يظهر منه القائم، لأن الأمر ينتهي إلينا، وهي الكوفة، لأن يقول مكة وحققتها أنا في إحدى الأقراص وقلت إن المحصول قال بلحاظ التعريف اللفظ إلقاء الاسم دون المسمى، مكة بمعنى الكوفة، لأن القرائن التي جاءت عليها هي كثيرة. غيبة النعمان كما قلنا صفحة 303. أكدوا على المصادر أن الإمام يؤكد عليه السلام على ذلك، قال لا تبرح الأرض حتى يخرج السفياني، فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا، تبعونا، جيبوا إلينا. يقولها ثلاثة، إلينا إلينا إلينا، وهو من المحتوم. شوف أضاف قيد في هذه الرواية، ليش؟ لأن المصدر هنا للحريري صفحة 180. شو السبب؟ والله خلينا نعرف السبب. ليش الإمام يقول إذا جاء السفياني فإلينا، فأجيبوا إلينا، فإلينا، اتخذوا أحلاس بيوتكم، لا تظهروا قول موافقة ولا مخالفة، اجلسوا صوموا، اتقوا الله، تثقفوا، تعاقدوا فيما بينكم. شو السبب؟ سبحان الله. نفس الصحابي يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يسأله قد جعلت فداك سيدي، يسأل الإمام الصادق عليه السلام جعلت فداك، هل قبل ذلك شيء؟ اكو شيء راح يصير؟ شكو. قال نعم، وأشار بيده ب3 أصابع. الإمام سوى هيجي ب3 أصابعه، وقال 3 رايات راح تنقلب، 3 و3 ضد المهدي بن الحسن. راية حسنية واضحة، راية حسنية، وراية أموية، وراية قيسية. شوف يروح لإيران بدي شنو له فرد فعل تخالف قول الإمام المهدي، قيسية وضحت بعد. فبينما هم على ذلك
على ذلك يعني على حرب الإمام المهدي، لأن ذول كلهم يحاربون الإمام المهدي، الراية الحسنية والراية القيسية والراية الأموية كلهم يحاربون الإمام، وكلهم سوف تكون لهم جناحات سياسية في ضرب الإمام المهدي وحرب الإمام المهدي وقتال قواعده الشعبية. فبينما هم على ذلك إذا خرج السفياني، شوف الإمام شو يقول، فيحصدهم حصد الزرع، يحصدهم حصد الزرع فيشغل الظالم بالظالم، وما رأيت مثله قط. قتال الذي يكون بين الحيرة والكوفة، نفس الحكومة السفيانية السياسية يتقاتلون فيما بينهم. شو يقول الإمام؟ يقول القاتل والمقتول منهم في نار جهنم، العنوهم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. ثم يصف الإمام عليه السلام حال الجيش المهدوي والقاعدة التي تتبع الإمام المهدي بعد المطاردة والاعتقالات والخوف، وحتى يصل الأمر بهم إلى أن ييأسوا، يصير عندهم يأس، يصير عندهم موت. لأنه إلى متى احنا هيك اعتقالات؟ ولا متى احنا مثلا نتجول من مدينة إلى مدينة؟ ما هو سبب يا ترى؟ لا يوجد استقرار نفس ولا توجد راحة نفسية. إلى متى؟ ييأسوا، يصل إلى مرحلة اليأس والعياذ بالله. فيقول عليه السلام كأني بهم أيس ما كانوا. الظل ميت موت معنوي، الظل قاعد ببيتك وتسكت حتى تمل من الجلوس. يقول الإمام وكأني، اسمع هذا لك فرحك لك زين، وكأني نودي بنداء، مو يصيح جبرائيل من السماء كما يقول الكوراني، لو ينزل على طير أبيض حاط قدم الأولى في بيت الكعبة وقدم الثاني في بيت المقدس، والناس تباوع عليه هيك وينادى قد ظهر المهدي. السوالف هاي الكلاسيكية جابوها حطوها، حتى فشلونا، حتى من ظلينا نحكي بالمهدي الناس تضحك، حتى ظلوا يطلعون حزورات للمهدي ابن الحسن، كنا من وراهم ورا سوالفهم. قال له خاف امريكا ما عندها الطياره، ترى المهدي طقم بصحن الجوال. عيب ترى هاي السوالف، اي رمز جاء عن المعصوم تعطوه في مكان الصريح. لا كان المعصوم يتكلم على قدر عقول الناس، انه لا يخالف القانون، كلم الناس على قدر عقولهم. نحن معاشر الانبياء كلم الناس على قدر عقولهم. هذا اللي يشوف الامام في الرؤيا امير المؤمنين عليه السلام يقول له سيدي ان الغربيين يتفاخرون علينا باسلحتهم وبعدتهم وبطائراتهم، لماذا لم تقل ذلك؟ قال كله قلته في نهج البلاغه، ولن تعلموا ولن تدرسوا فدرسوه، عرفوه خذوه من عندكم. يعني كلها يجون بركه امير المؤمنين عليه السلام. وصلنا إلى مرحلة اليأس، الجالس في بيته الآن مقتول قتل معنوي ومتعذب. ماذا يصور لنا الإمام؟ اسمع، يقول الإمام ما كان من يأسهم نودوا بنداء يسمع من القرب، يعني وسائل الإعلام الحديثة، وسائل عندنا، يكون رحمة على المؤمنين وعذابا على المنافقين. فقلت إليه وما ذلك النداء الذي يكون رحمة على المؤمنين وعذابا على المنافقين؟ قال عليه السلام 3 أصوات في رجب. 3 أصوات وين؟ في رجب. الأول اسمع، يعني النداء شنو؟ يعني البيان 3 بيانات ستصدر للإمام المهدي في رجب. البيان الأول: ألا لعنة الله على الظالمين، وهو بيان بمعنى شديد اللهجة. والثاني: أزقة الأزقة يا معشر المؤمنين، أي بيان فيه بشرى للمؤمنين. أزقة الأزقة قاعدوا ببيوتكم بعد، ماكو اعتقالات إن شاء الله، ماكو شيء. هذا بيان بمعنى بشرى للمؤمنين واقتراب أمر عظيم.
والثالث يرون بدنا بارزا وهو بدن الإمام المعصوم الحجة العظمى القائم من آل محمد. شيخنا شوي ملخصتك ملاحظة هي تقربت بشرى، أنا كاتب بالفاء بس حاط لها نقطتين صح. لا توكل على الله. والثاني البيان الثاني الذي سيصدر من الإمام المهدي: أزفة الآزفة يا معشر المؤمنين، أي بيان فيه بشرى للمؤمنين واقتراب أمر عظيم. والثالث يرون بدنا بارزا وهو إن شاء الله بدن الإمام والحجة الأعظم القائم المهدي، فعند ذلك يأتي الفرج ويشفي الله صدورهم ويذهب غيظ قلوبهم. حرارة قلبك البحار 51. وهذا تأكيد من قبل الإمام على أن الجيش المهدوي والمؤمنين سيلجؤون إلى الكوفة بعد أن يسمعوا بيانا أو نداء الإمام المهدي، وقسم يكون متواجد في الكوفة يحافظ على جسده من الاعتقال والحبس قبل صدور البيان والنداء، كما قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: قال لا يقوم المهدي حتى يجتمع كل مؤمن بالكوفة. هاي وين الرواية موجودة في كتاب غيبة الطوسي 273. فعند ذلك يأمر الإمام قواعده الشعبية. يعني شنو قواعده الشعبية؟ يعني قائد شعبي، قائد متصدي لقيادة شعبية، قيادته لا تمثل قيادة الإمام المعصوم، وإنما تمثل قيادة ما بعد المعصوم. فعند ذلك يأمر الإمام قواعده الشعبية بقتال السفياني، وهو القتال الهجومي. قتال هجومي يصير مو دفاعي، يأمرهم الإمام بالهجوم. وتصف الروايات كيفية قتالهم مع هؤلاء. الروايات تقول إن الجيش المهدوي عقيدتهم راسخة وواعية مطاع كما يعبرون. لا، الجيش سيصل إلى مرحلة اتباع القيادة الواعية. واعي يعني رجل فاهم، يقول له إمامه اجلس يجلس، قم فيقوم لهدف قائدهم. فسيكون قتالهم شرس وقوة. وتقول الرواية كأن الرجل منهم أجرى من ليث، أقوى من الأسد، أجرى من الليث أي أقوى من الأسد، وأمضى سنان يطأ عدونا. شوف الإمام ماذا يقول: يطأ عدونا برجليه ويضربه بكفيه، فإن الرجل منهم يعطي قوة 40 رجلا. أحسن من الساكتين ذول الغمان لو صح التعبير. وإن قلبه لأشد من زبر الحديد أو زبر الحديد، يعني قطعة الحديد، ولو مروا بجبال الحديد لقطعوها. أي منطقة تخليهم يفوتون يفتحونها، أي منطقة كائنا من كان. ولا يكفون سيوفهم حتى يرضى الله عز وجل، يعني حتى يرضى الإمام المعصوم، لأن رضاه رضا الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله هي بشرى وأنتم على خير إن شاء الله. هذا الجيش الذي أسسه الممهد لثورة الإمام المهدي والناصر للإمام المهدي سماحة السيد القائد مقتدى الصدر، إنه يبشر في الخير إن شاء الله. أكو واحد سبحان الله أشكل على قضية تشكيل الجيش المهدوي، قال إنه ما يصير قائد ليس بمجتهد يشكل الجيش. فأخذ يتكلم مع نفسه ويشك في قضية تأسيس الجيش. يقول: رأيت في الرؤيا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جالس يقسم السرايا التي أسسها سماحة السيد القائد. فقلت: تقسم من؟ قال: أقسم جيوش الإمام لحرب الاحتلال. موجود على قيد الحياة. يقول: إلا جمع من طلبة الحوزة كانوا يرتدون اللباس الحوزوي، وجوههم نيرة، قال لهم: أنتم بحماية ولدي مقتدى، بهذا اللفظ.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. يصير شيء ما يصير شيء، انت شايفهم ذولي يذهبون الى الامام المعصوم، الا ان بذهابهم الى الامام المعصوم الله وكيلك يقتلونه، ترى يقتلوه معنويا. نحن معك لا، لكن سيوفنا عليك، قلوبنا معك، سيوفنا عليك. شايف هذا اللي يحارب جيش الامام المهدي يروح يزور الامام الحسين عليه السلام. لو يحارب جيش الامام ويحارب القائد المهدوي ويروح يرفع له رايه في حضرة ابي عبد الله الحسين عليه السلام. عليه من رايح انت بعد؟ سبحان الله. اكو واحد الان موجود في النجف الاشرف يقول انا في كل ليله جمعه اذهب الى زياره الحسين عليه السلام، بس يوم صادف ما عندي فلوس. هو رجل لا ينتمي لاطروحتنا طبعا وما يعتقد بقضيه المهدي، رجل تابع للمرجعيه العليا كما يزعمون ويلقبونها عليا. شيء الصدر يقول ان الاجتهاد بريء منك براءة مكة من اليهود، بعد العليا جابوها جيبك كيفك الصفت انت. المهم يقول فرأيت امير المؤمنين بعدما بكيت على عدم ذهابي الى ماذا؟ الى مدينة كربلاء، لان يقول انا انه من عادتي انا ساثبت لكم ان هذا الجيش على خير، هو هذا الجيش الذي ينصر الامام، هو هذا الجيش المهدوي الحقيقي. شوف طبعا المعصوم سيشهد عليكم، بس اريد من عندكم استعداد، صلاة يعني محمدية خاتمية. يقول فرأيت الحسين عليه السلام ابي عبد الله بعد، قلت سيدي اعذرني انا ما جيتك، يحكي يا فطرة. قال انت في النجف، انت في النجف ان لن تستطع زيارتي فاقصد زيارة جيوش الامام المهدي مقبرة الشهداء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. فصدق الذي سمع قول الامام فذهب الى مقبرة شهداء جيش الامام، وها هو الان على اطروحتنا الصدرية حبيبي. يكفينا فخر الان انصار المهدي كلهم صدرية، بس قول اسم مهدي بمعنى الصدري يكفيك فخر. اما هؤلاء عندهم المهدي فالشيء، اما يتحقق ولا يتحقق ان شاء الله يتحقق، وانتم من انصاره وجنوده ومن المحتوم غصبا على اللي يرضى بما يرضى. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، واللعنة الدائمة على اعدائكم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، والحمد لله.